السلام عليكم، مرحبا بكم. إن شاء الله تكونوا سعداء وهانيين. نبداو على بركة الله. بسم الله. اليوم راح نديرو شوربة عدس على الطريقة العراقية بدون أي إضافات. شوربة سهلة وبسيطة واقتصادية وتوجد في ثواني، ومن فوق هذا بنينة. نبداو نحط ملعقة سمن. تقدري تستغني على السمن وتحطي زيت مع حبة بصل متوسطة. قليها تقلية يعني جوست البصل يذبال، ما لازمش البصل يحمر. نكون غسلت انا العدس تاعي الاحمر، كاس عدس نكون غسلته وصفيته ونقليه شويه مع البصله تاعي. الكميه تقدري تتحكمي فيها، تقدري تزودي او تنقصي على حسب الاسره تاعك، يعني الكميه دي حاجه اختياريه. يكون تقلالي شويه العدس، مش بزاف، يتقلى شويه. نضيفوا له ماء ساخن. الماء نضيف حتى يتغطى العدس، يعني كافي باش يطبخ العدس تاعي. اذا حسيتو نشف بزاف نقدر نزود الماء، بصح الكميه قيس ما تغطيه، يعني زايده شويه، يعني حوالي سنتيمتر على انك تغطيه. انا العدس تاعي راهو استوى كما راك تشوفوا. نطحنو، تقدري تميكسي تطحنيه او تقدري تخليه كيما راه. نضيف الملح وكمون، خصوصا الكمون وكركم. تقدري تزودي فلفل اسود او ثوم مطحون، بصح يعني صدقوني الاضافات هذيك مش حتغير الطعم. يعني هذا الثلاث مكونات يعني كافيين جدا: ملح، كمون وكركم. نخليه يغلي شويه والعدس تاعي راهو جاهز. بالصحة والهنا. إن شاء الله الوصفة تاع اليوم تكون عجبتكم. هذه الوصفة عراقية. كي يستوي العدس تحبي تاكلي هكا بطريقة، يعني هيك تستعملي هكا، أو تقدري تزودي له شعرية. كاين الناس يحبوه بالشعرية في الآخر، بصح هي اختيارية. أتمنى دعمكم. السلام عليكم.